بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيبقى لنا حلقات متعددة وكتير، وفي انتقالات كبيرة من البرامج. احنا دلوقتي هنطلع من جبل سانت كاترين، جبل سيدنا موسى عليه السلام، مع مراسلنا الأستاذ سامح مجدي. برنامج طبعا مصر أرض الصالحين. هنطلع نشوف مراسلنا الأستاذ سامح مجدي من قلب الحدث، وهيحكي لنا عن جبل سانت كاترين، جبل سيدنا موسى عليه السلام، اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه. ما يلا نشوف كده سامح مجدي عامل لنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من الحياة الإقليمية لايف، برنامج مصر أرض الصالحين، من أطهر مكان، من جبل سانت كاترين، جبل التجلي، جبل سيدنا موسى عليه السلام. من جبل سيدنا موسى حيث تجلى الله عز وجل على سيدنا موسى، فجعل الله الجبل دكا وخر موسى صعقا، رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عن سيدنا موسى عليه السلام. طبعا فيه نهوت مقام رؤية، مشهد لسيدنا هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام، ويقولون أنه مقام وليس مقام مشهد. جبل سيدنا موسى زي ما انتم شايفين جبل شاهق، حيث تجلى الله على سيدنا موسى عليه السلام. وهذا الجبل اللي هو الصغير ده هو جبل التجلي. اللهم صل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بعد ما شفنا الجمال في جبل سانت كاترين، وشفنا اللحظات الروحانية مع مراسلنا وزميلنا سامح مجدي، انتظرونا في حلقات عديدة وحلقات مختلفة مع برنامج مصر أرض الصالحين، والقاكم على خير إن شاء الله.